السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بخصوص قضية الأخ ماجد الهجرة اللي قتل زوجته وطفله وأبوها وجرح عدة أشخاص في مديرية عتمة محافظة دمار. اتكلمنا بداية على القضية وعن الظلم اللي على أساس أنه هو مظلوم وكثير أشياء يعني حصلت في هذا القضية، لكن في نقطة أنا حبيت أني أوضحها، وهذا للأمانة يعني عشان نكون صريحين. مثل ما نتكلم عن هذا الشخص نتكلم عن الطرف الآخر ونعطي كل ذي حق حقه. ماجد في عنده كثير أوراق سربها أو كان يرسلها لأشخاص أو أصدقاء اللي يتواصل معهم، وهو كان يتعهد أنه لن يتكرر المشاكل بينه وبين زوجته. يعني عنده عنده تعهد عند شخص مختلف، وعنده تعهد عند شخص مختلف، وعنده تعهد عند شخص مختلف. يعني هذه التعهدات الرسمية وشهود مختلفين، كان في كل قضية شهود مختلفين، وكل هذه التعهدات انه ما يسوي مشاكل مع زوجته. وهذا ايش يعني؟ يعني ان كانت زوجته تعاني من مشاكل، فما نخليش ننحاز الى طرف ونظلم طرف اخر. يعني انا هذا تحليلي من الاوراق اللي انا شايفها، هو كان بنفسه يرسلها لاصدقائه، والاصدقاء هذول الان نشروها على اساس انه هو حصلت معه مشاكل و يعني أنت تتكلم في بعض الناس يحب زوجته وما يقدر يعيش بدونها، لكنه يهينها ويضربها ويعتدي عليها ويسبها ومشاكل ليلا ونهارا. إيش الحب هذا؟ نفس هذه العينة في موجودين على أرض الواقع كثير جدا، ما يقدرش يوم واحد أنه يعيش بدون زوجته، لكنه كل 5 دقائق في مشكلة معها. فمن المنطقي أن ما فيش أي امرأة تتحمل كل هذا الضغط كل هذه المشاكل، ومن المنطقي والطبيعي جدا أن الأب والأم والأسرة أنهم يوقفوا مع بنتهم إذا شافوها في هذا الاضطهاد وفي هذه المشاكل وفي هذه الضغوطات اللي تبارت يعني عايشة فيها ليل نهار. طبيعي بكل بساطة الأب يجي يطلب خلعها أو يطلقها أو أنه يشيلها من زوجها. أنا أو أنت أو غيري أي شخص بيشوف بنته تمارس بحقها هذه الأشياء، من الطبيعي جدا أنه يأخذها من بيت زوجها ويقول خلاص أنا هنا ويكفي. أنا إيش استفيد من حبك أو من تعلقك فيها؟ زي ما هذا الأخ الله يرحمه ماجد، إيش استفيد أنا من حبك لها وأنت مستعد تسوي هذه الكوارث؟ إيش الحب هذا اللي بيوصل لهذه المرحلة؟ هذا ما هوش حب، هذا غباء، هذا غباء مش حب. تقتل أسرة كاملة وولدك أول واحد يا أخي عشان ولدك، إذا ما نقولش الأب والأم والأي العائلة طز فيها يا أخي. طفلك الصغير إيش ذنبه؟ إيش ذنبه عشان هو يروح في هذه العادة؟ بالعقل يا أخي، ما هو أمور ما تقاس بهذا التفكير الصغير والبسيط. الأمور لها أولويات، والحياة لها أشياء واقعية على أرض الواقع لازم تتعامل معها بواقعية. صح، شخص يشتيني أهلا وسهلا أعيش معه وأعطيه حقوقه وهي تعطيك حقوقها، لكن لا أنا أحبها وما أقدر أعيش بدونها وأهينها وأضربها وأسوي فيها الفعال، لا ما تجيش. هذا الكلام لا تعاطف مع المرأة ولا مع الأب ولا مع الأسرة ولا مع ماجد. هذا الكلام أنا شخصيا بنيته من حق التعهدات اللي نزلها أصلا صديقه، أصحابه في الفيسبوك نزلوها، اللي كان هو يرسلها لهم أصلا. التعهد الأول والتعهد الثاني والتعهد الثالث والمطالبات والمحاكمة، كل هذه الأشياء توحي أن كان في مشاكل، مش مشكلة واحدة ولا 2. تخيل يدخل الشيخ الأول يفصل بين المشكلة وجاء تعهد وضمنوا ورجعوها، وحصلت مشكلة ثانية وراحت عند وجاء قاضي حكم له ورجعه وتعهد وراحت ومحامي تعهد وصله ورجع. ما دليل على أنه في مشاكل للنهار معها. ومن حق أي امرأة تعاني من رجلها من زوجها اللي لا يحترمها ولا يقدرها أنها تطلع من بيته، وإنها ترفض الحياة، إكمال الحياة معه. الحياة هي تكامل، الحياة هي أخذ وعطاء، تحترمني أحترمك، تجيب لي أجيب لك، تأخذ معي أخذ معك بالتي هي أحسن. يعني أوكي نغلط نتنرفز يحصل ضغوطات بسيطة، لكن مش كل يوم، مش ضغوطات إلى هذه الدرجة.
المهم إني حبيت أوضح لكم هذه النقطة، أنه كان في مشاكل بينهم، وهو نفسه نزل هذه الأمور دليل على أنه كان يسوي مشاكل معها، لكن قدر الله ما شاء فعل. نسأل الله أن يرحمه، قد ذهب، ويرحمها ويرحم أبوها والطفل البريء اللي راح، ونسأل الله أن يشفي الجرحى برضو في جرحى في هذه الحادثة. وتحياتي لكم جميعا.